في الفترة الأخيرة بقت كل الشركات بتهتم بالفئات اللي هي المتوسطة زي 3000 جنيه، ودلوقتي احنا هنقارن ده طبعا بسبب الابعاد الجديده اللي هي 18:9. بس هنا على حجم الشاشه ده مش عارف ازاي يعني، بس هيديها كثافه بكسلات 269 بكسل في كل بوصه. فالشاشه الاحسن هنا هتبقى الانفينكس هوت 6 برو، واخده مساحه اكبر في الواجهه بتاعه التليفون، فيعني شكلها هيبقى احلى، وغير كده الدقه بتاعتها اعلى. بعد كده بقى على طول ننقل للاداء. فالانفينكس هوت 6 برو هنا جايب بروسيسور سناب دراجون 425 رباعي النواه بتردد 1.4، واللي بيجي بمعالج رسومي ادرينو 308، واللي هو يعني يعتبر قليل جدا بالنسبه للسعر ده. فاللي هو يعني مش هيديك احسن اداء في الفئه السعريه دي خالص، وهيبقى يعني مثلا هيبقى فيه لاجز كتير في الالعاب التقيله زي اسفلت 8 وكل الكلام ده، فهو مش هيديك هنا احسن اداء خالص. اما بالنسبه للريدمي اس 2 فهو هنا جايب البروسيسور سناب دراجون 625، واللي هو يعني هيبقى فيه فرق شاسع ما بين الانفينكس هوت 6 برو والشاومي ريدمي اس 2. فالسناب دراجون 625 بيجي ثماني النواه بتردد 2.0 مع معالج رسومي ادرينو 506، فده يعني هيديك احسن اداء في الفئه السعريه دي للالعاب والتنقل ما بين التطبيقات زي فيسبوك واتساب وكل ده، فهو هيديك احسن اداء في الفئه السعريه دي. فالاداء هنا من غير اي كلام للشاومي. التخزين هنا والانفينكس والشاومي هم حاجه واحده، 32 جيجا مساحه داخليه مع 3 جيجا بايت رام. بس الفرق الوحيد ان الانفينكس بيخش له كارت خارجي لحد 128 جيجا، اما الشاومي بيخش له لحد 256 جيجا. فهنا طبعا هيبقى احسن للشاومي، بس ده طبعا لو انت يعني هتجيب كارت 256 جيجا اللي هو يعني ب 2300 جنيه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. انت بتقول ايه؟ اللي هو يعني ب 2300 جنيه. انت كنت فين؟ شفتهم بعينيا، شفتهم بعينيا، ما لحقتش اعمل
سامعني يا الباني، سامعني يا الباني. نيجي بقى للكاميرا، وده اللي كنت محتار فعلا ما بين التليفونين دول. ونبدا بالانفينكس هوت 6 برو. فالخلفيه جت 13 ميجا بكسل مع 2 ميجا بكسل. 13 ميجا بكسل فاتت على سنه 2.0 وبتصور بدقه 1080 بي فيديو. وال2 ميجا بكسل دي معموله بس عشان تقدر انك تعزل الخلفيه زي ما شفنا في الميد لايت والواي 7 برايم 2018 وكل ده يعني. فالمهم يعني هي هتديك اداء حلو جدا في السعر ده، بس ما يعتبرش اللي هو احسن واحد. فانت هتاخد صور ممتازه الصبح، وكل ما تقل في الاضاءه في نويز هيبدا يظهر ويزيد. وعزل الكاميرا كان تمام جدا. اما الشاومي، واللي احنا طبعا كنا عارفين الاول ان شاومي كاميرا وحشه. اما السلسله بتاعت الاس اصلا نازله عشان تنافس التليفونات التانية بالكاميرا بتاعتها. فالكاميرا الخلفيه هنا 12 ميجا بكسل والتانية 5 ميجا بكسل، برضو نفس الوظيفه. ال5 ميجا بكسل ملهاش اي لازمه غير انها تعمل وضع العزل، وال12 ميجا بكسل بفرق عدسه 2.2. بس المميز هنا بقى انه بيجي باي اي اس، وده اللي هو مثبت الالكتروني. يعني وانت بتصور فيديو الاهتزاز هيقل جدا جدا، ويعني هيبقى فيديو سلس وانت بتتحرك وهكذا. الهوت 6 برو ما فيهوش الخاصيه دي. فالتفوق هنا هيبقى للشاومي في الكاميرا بتاعته. واخيرا قلتها، شاومي احسن في الكاميرا. اما بالنسبه للاماميه فالهوت 6 برو 5 ميجا بكسل برضو بتصور بدقه 1080 بي فيديو، واللي هتديك صور يعني تعتبر معقوله جدا انك تنزلها على الفيسبوك انستجرام والكلام ده. اما كتفاصيل اللي هي مش هتبقى اعلى حاجه. فالكاميرا بتاعت انفينكس الاماميه مقبول. فسلسله الاس اصلا جايه من سيلفي وهم اللي قايلين كده. فهنا 16 ميجا بكسل وبتصور بدقه 1080 بي، واللي هنا هتديك صور ممتازه جدا واحسن من الهوت 6 برو بكتير جدا، والوانها مظبوطه وكله تمام. بس مشكله واحده، ودي اللي متهيألي سوفت وير، واللي هو في الفيديو او الصور تبقى الخلفيه اكسبوزد قوي، اللي هو يعني انت تبقى واضح واللي وراك كله يبقى ابيض، او الصوره يعني بايظه. انتوا فاهميني زي ما ظهر يعني دلوقتي. واظن يعني ان دي مشكله سوفت وير وتتحل بتحديث وسهله جدا يعني. فالكاميرا هنا والاول مره هقولها فهي لشاومي. البطاريه هنا في الانفينكس 4000 ملي امبير، واللي هو شفناه يعني من اول الهوت 4. مش عارف الهوت 3 كان 4000 ولا لا، بس المهم ان احنا شفناه في الهوت 4 لحد الهوت 6، واللي هي بتديك اداء بطاريه حلو جدا. ممكن تكمل يومين بيها لو انت استخدام خفيف، لو استخدام تقيل هتكمل يعني يوم وانت مرتاح عادي جدا. وبطاريه الشاومي هنا للاسف 3080 ملي امبير، فطبعا يعني من غير اي كلام هتبقى بطاريه الهوت 6 برو احسن بكتير، في فرق 1000 ملي امبير. نيجي بقى للسوفت وير، وده اللي هو يعتبر مهم وبيأثر على التليفون كله. سوفت وير انفينكس، واللي هو اكس او اس 3.0، واللي هو الاول انا ما كنتش بحبه لما قبل التحديثات وكل ده، بس دلوقتي بقى تمام جدا والباجز قلت وكل ده. بس لا يزال يعني قدامه المي يو اي. فالمي يو اي هنا احسن بكتير ويعتبر اسلس جدا، وفي يعني انيميشنز شكلها ظريف جدا. فالمي يو اي هنا احسن. والتليفونين هنا اندرويد 8.0 اوريو، وهنا التليفونين جم ببصمه في ظهر التليفون، وكمان بيدعموا سنسور جيروسكوب عشان تقدر انك تخش بالواقع الافتراضي لو جبت يعني نظاره وكده. كملخص كده يعني من الاخر، الانفينكس لو انت عايز بطاريه وشاشه، الشاومي لو انت عايز اداء مع كاميرا. انا عن نفسي يهمني الاداء والكاميرا اكتر، فلو انا يعني اللي هشتري في الفئه السعريه دي كاحتياجي انا اشتري ريدمي اس 2. ممكن انت يعني يبقى احتياجك حاجه تانية فتقوم جايب الانفينكس. فطبعا دي اذواق وبس كده. متنسوش تعمل لايك وشير عشان ده بيشجعني جدا ان اكمل، وتشتركوا في القناه لو عايزين تتابعوني. كمان يعني حبيت اقول لكم اني عامل بوت ده زي روبوت بيبعت لك العروض بتاعت جوميا وسو .com، فلو عايز يعني تشترك فيه هتلاقي اللينك بتاعه في الوصف تحت الفيديو. في لينك هنا هتلاقيهم بتاع جوميا وسو .com لو عايزين يعني تشتروا تليفونات منهم. ده بيدعمني يعني بنسبه بسيطه، طبعا انتوا مش بتدفعوا اي حاجه زياده. وبس كده، شكرا انك شفت الفيديو لاخره. لقد انتهيت